دوغونغ هو في قواميس الكائنات المهددة بالانقراض. يعيش في المياه الساحلية الدافئة التي تتوفر بها الحشائش البحرية، لذا نجده موجودا بأعداد محدودة على السواحل المصرية، ومنها في الغردقة ومرسى علم. سيقولون لك إنه بقر البحر، وآخرون يرونه عروس البحر. وبينهما وقبل 200 عام أطلق المؤرخ الطبيعي العالم الفرنسي جورج دي بيفون أطلق اسم دوغونغ. ورغم الحيرة الطويلة في توصيف شكله أو تحديد اسمه، إلا أنه يعتبر من أهم الكائنات البحرية للجذب السياحي بالبحر الأحمر، ويعد أكبر مروج للسياحة في مدينة مرسى علم، حيث يتوافد غواصون من كل أنحاء العالم إلى مرسى علم لمشاهدته. فهو المصنف بالندرة والمهدد بالانقراض والمحظور صيده أو إزعاجه، وله طقوس يخشى العلماء وخبراء البيئة من تغيرها بسبب تصرفات وربكة المشاهدين له لتفاصيله اليومية. فهو يصعد إلى السطح لتناول أنفاسه على 3 فترات تقريبا، كل منها مدته 2 ثانية، ثم يستريح قليلا ما بين 10 و20 ثانية، لأنه بعد ذلك ينزل للقاع لتناول غذائه لمدة تتراوح بين 2 و4 دقائق، ثم يصعد إلى السطح ويتكرر ذلك الوضع. لكن الثواني المنضبطة قد ترتبك حين يفر الدوغونغ هربا من الأعداد الكبيرة للسائحين، فيستهلك ذلك منه طاقة كبيرة لم يكن من المطلوب فقدها في هذا التوقيت.